مطروح وهلها يا مجملها غير عرب واجد تجهلها. حبيبي. يلا تعليد الفراخ ده يا جماعه جامده جدا. اهلا بكم في بلدكم الجميله مطروح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا مرسى مطروح صح؟ مش زي مطروح برضه ولا انا غلطان؟ اول حاجه كده هاخدكم معايا في جوله عند اقدم محل فول وطعميه. فلفل برضو وبطاطس. تحب الفلفل يا حاج؟ اهم حاجه تحب الشطه؟ جميله. تحيد البرد وتحيد بس انت لك في مطعم عمر علي. ايوه بقاله كام سنه المطعم ده؟ من زمان قبل ما نيجي هنا. قبل ما نيجي هنا. رقم واحد في مطروح. مطعم العالي. رقم واحد ده. امال ايه؟ في الكريمي الله يرحمه. مع الشيخ الكريمي بنفسه. ايوه طبعا عندك المعلم الكريمي. جايلك في الزيت هذا اقدم واحد. الله عليك. ماشي براحتك. اقدم. هتطلع في الصحافه يا ابني دلوقتي. تطلع في الصحافه. ايوه طالما يطلع على التلفزيون هيطلع على التلفزيون. يلعب بقى ايه؟ يشغل الشغل. يشغل الشغل ويروق العمليه. ايوه اسمع كلام الحاج يا احمد. روق العمليه يا حاج احمد. اسمع كلام الحاج. ايوه روق العمليه. ايوه ايوه كده. ايوه الله عليك. ايوه كده يا معلم. الراجل ده متوصى بيا والله. حبيبي يا باشا. حبيبي. مكانك حبيبي. في اي وقت. ماشي. احنا بتوع غلابه خلي بالك. ربنا يفتح عليك. عمر كريم. ماشي. ماشي حبيبي الغالي. تسلم والله حبيبي. تسلم. زيت طعميه. حبيبي السلام عليكم. حبيبي السلام عليكم. كيف الحال؟ ايه؟ بسجل بس انا بصور نفسي يعني. بس عايزين نقعد في حته فيها اضاءه بقى لان جوه ضلمه خالص. ايه؟ تصور ايه بقى؟ فيديو ليا لا ده صور ليا والله. بص وش انا عادي. عاوز حته فيها اضاءه بس. عادي. عامل ايه؟ ايوه اظبط بقى الدنيا بقى. انت شغال هنا؟ ايوه كده. يلا بينا بجد والله انا جايب بزياده. طب اقول لك على حاجه والله العظيم انا ما اكل ده كله. انا بحلف لك بالله. طب بص تصدق انا نسيت اجيب عيش. ازاي يا جماعه؟ انا جبت الاكل ونسيت اجيب عيش. والله يا جماعه الموقف ده فكرني بفيلم الليمبي لما كان بيقول تصدق سلخت قبل ما اذبح. والله. حبيبي عايز ب10 عيش. ماشي. الكم ب10؟ 5. الخمسة؟ ماشي. امسك كده دي.
ماشي زود لي بقى ب10 كمان عشان ايه في ناس هتاكل معانا. خد امسك ال10 دي كده، زود لي بقى ب5 كمان. ماشي لا عادي انا احطهم كده كده افتحهم على طول. اوه ايه ده مش تنبهني بقى؟ ده كده ضحكت عليا كده بتاع نار. ماشي شكرا جدا. سبت الاكل اصلا على القهوه ورحت اجيب عيش ايه واجي. يلا بينا يلا بينا يلا يا غالي يلا اتفضلوا اتفضلوا لنا نصيب ناكل لقمه مع بعض. بسم الله بسم الله. افتح الطعميه اهي. من مطروح اصلا ولا شغالين في مطروح؟ انا شغال في مطروح. في المنصوره؟ انا من المنصور. انا من المحله. من المحله؟ البندر والشون البندر والحاجات دي من المحله. البندر والشون وابو شاهين. ده من المحله. كفر الشيخ احسن ناس. البرولوس. والله انا مبسوط ان انا قابلتكم. انتوا ناس محترمه. بسم الله. تعال يا احمد تعال. فانا لو بص على ابو حميد تعالى 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 يا ابو حميد خش يا عم بس تعالى عشان يبقى عيش وملح. بص انت بتصور بصور فيديوهات. بصور فيديوهات بعد الفيديوهات بنزلها يعني افهمك تليفون ونت وكده رحال ننزل على رحال حبيبي يا احمد تعال بس تعال. انا والله لسه فاضي. انا يا احمد عيش وملح ضيق. انا هخش مفيش انا ابن كلام. اختي زيك كده كويتي بقى يصور برضو. اسمه فواز. ما شاء الله. السلام عليكم. كيفك؟ السلام عليكم اهل مطروح حبيبي. اهل مطروح اهل الكرم. فيديو على اليوتيوب. اعمل فيديو عن مطروح. تمام مطروح اهل الكرم. لو تقولوا لنا كلمه شهيره اهل مطروح بيقولوها للضيف. والله اهل مطروح يرحبوا باي حد ويقولوا لي اهلا بيك وفي بلدك الثاني ما يعتبروش ضيف. اي حد يجينا احنا ما نعتبروش ضيف، نعتبروه انه هو في بلده مش غريب يعني. فعلا اهل مطروح اهل الكرم. اهلا وسهلا. الناس الجميله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. بص يا جماعه كل اللي هنا محلات شال بقى وجلباب واي حاجه ممكن تلاقيها هنا في المحلات. فعايز ادخل اسال عن الاسعار واشوف الدنيا. السلام عليكم. حبيبي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عايزين نعرف السعر ايه المتوسط كام اسعار الزي بتاع اهل مطروح. الزي البدوي. والله هو بالنسبه على حسب الجلابيه. بالنسبه للجلابيه بتبدا معاك من 1200 تمام. بالنسبه اللي هو الطقم القطن حاجه زي كده بيبدا معاك مثلا من 4000 لحد الاصل بتاعه بيعمل حوالي 21000. الاصل بتاع ده 21000؟ ده يعتبر صوف اللي هو الانجليزي. بالنسبه للامبريال الانجليزي بيعمل حوالي 21000. انما اللي هو الهندي اللي زي كده ده بيبدا معاك متراوح مثلا من 4000. يعني الزي كامل مثلا في حدود كام؟ كله؟ بالنسبه بالعادي اللي هو الامبريال اللي هو الهندي يعني يعتبر مثلا حوالي 5.5. يعني بالجلباب بالجلابيه بالجاكيت بالجاكيت. طقم هو ده 3 قطع. هو جوه اصلا قطعه ثانيه؟ مش عندك شفت؟ دي واحده
عندك مثلا ده تاخده هو عندك يعتبر عندك بنطلون اللي هو الكت ده، طب الثاني الكت ده ممكن بقى تحضر بيه مناسبة فرح. ما هو الاغلب بيلبس مناسبات يعني، هو اللي هو الزي بتاع المناسبات والافراح كله بيلبس نفس الطقم ده. طب هو بيبدأ من أول السعر دوت ولا في حاجة أقل؟ لا الحاجة دي حاليا هو أقل حاجة يعني. ده أقل حاجة حاليا. يعتبر أقل حاجة. اه. في حاجات بقى على حسب، في حاجة تفصيل بقى من نفس القماش ده اللي هو الهندي تمام، بس الخيط الأصلي بقى وخياطة يدوي. ده مثلا يحتاج من 10,000. ده اللي هو الحاجة اللي ما شاء الله النص يعني وسط. ما شاء الله. إنما ده أقل حاجة. طبعا بقى بتلبس عليه أي على حاجة حسب. في بقى في مثلا أحذية زي كده أو حاجات مثلا كلاسيك زي كده ماشي، دي حاجة كلاسيك تمام. بس تلاقي حاجة زي دي تمشي عليه أحلى. عادي، هو ده صيف يعتبر في الصيف كله بيلبس الصيف. مثلا الشبشب يا أي حاجة شبشب مثلا زي كده. ده حاجات إماراتي تمام، ده شغل إماراتي كله استيراد إماراتي مثلا تمام. الحاجات دي مثلا أسعارها إيه؟ كله استيراد إماراتي. بالنسبة لحاجات زي كده 750 980 على حسب الأسعار. بس خامته حلوة وخفيف. لا حاجة خفيف. ما شاء الله. والله بحب اهل مطروح، عامل الناس الجميله واهل الكرم والله. واحنا بنرحب بيك يا باشا. احنا نحب اي ضيف يجي المطروح، واي حد ياكل عايش يجي المطروح، واي حد يجي المطروح يعتبر جاي لبلده. واهلا بك في مطروح. مطروح ترد الروح. انت منورنا وشرفتنا في بلدنا مطروح. الله عليك. يعني تحب الناس اللي تيجي مطروح بقى الجو بتاع مطروح عامل ايه وتقول لهم ايه؟ جو جميل وجو تمام ومية مية واللي عايز يصيف يصيف، واللي عايز ياخذ رحلات برضه يجي مطروح، واللي عايز يستثمر يجي مطروح، مطروح بلد جميلة وبلد حلوة وبلد استثمار وبلد خصبة وبلد صح كده. أي خدمة بس. أنا بقابل أنا ماشي بصراحة في شوارع مطروح، الناس هنا مرحبين بشكل غير طبيعي وناس محترمة جدا جدا. فهنكمل الجولة بتاعتنا في شوارع مطروح. خاصة اليومين دولت ليه؟ اليومين دولت احنا عندنا انتخابات، يعني هذاك الجو حلو عندنا. اليومين دول انتخابات في البلد؟ يا حيبقى يوم 10 يوم 11. الانتخابات ان شاء الله يوم 10 و11. يوم الاثنين يوم الثلاث. يعني في جو في البلد حلو. في جو حلو ان شاء الله. شوف والتوفيق ان شاء الله للجميع. والتوفيق لعلي حمر خاصة يعني. لا لنا النظرة عين، لا حمر الازرق. لا علي حمر خاصة. لا حمر الازرق كلنا واحد. لأن البلد خلي الدولة من غير علي حمر. ده بتشجع واحد وده بيشجع واحد صح؟ لا هو بيشجع علي حمر علي ابيض. لأن حتى علي الابيض بتاعنا هو بينتمي حتى العالم بتاعنا في احمر. بص الراجل ده عن سوري، احنا ايد واحدة. حبيبي اتشرفت بيك. برعاية الله. السلام عليكم. ماشي السلام. اشوفك على خير. تفضل شاي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هيقول لك عملنا مشكلة. صور فايش. مهمتي ان انا ادور على حلاق. الشوارع هنا الصبح زحمه شويه لان اللي رايح شغله واللي رايح مصلحته. المحل هنا سمك، مش عارف والله. اشوف هقرر هل اكل سمك ولا اكل بدوي. السلام عليكم. جايز بس اهم حاجة قدر الزحمة. كيف الحال؟ تصور ليه؟ تعالى حبيب. لو مش حكومة تعالى. كيف الحال؟ اهم حاجة ما تبقاش حكومة. شوف الراجل دوت، انا كنت مقرر النهارده اكل بدوي يا باشا وانا معاك. اكل سمك يا باشا عندي الصلعة بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي الصلاة على النبي يا معلم دي يا معلم دي. دخل دي جوه. ارفع حد. يلا صون. الجرب صلي على النبي يا سمك. سمكنا. سمك المينا يا باشا. ايه يعني؟ صلي على النبي يا باشا. عندي البوري ب 100 جنيه تمام،
وب 90 جنيه بس بالصلاه على النبي، وده ب 120. بوري ب 90 جنيه؟ 90 وب 120. لا يا جماعه البوري هنا، البوري هنا رخيص جدا. 85 جنيه بالصلاه على النبي، وعندي هنا ب 80 جنيه ده بلطي، و75 وكيلو نص ب 100 اخر سمك ب50. معلم ابراهيم السنجري بيضحي. وعندي لمبوكه يا باشا. معلم ابراهيم بيقول السردين كانوا ربع ب 100. بصراحه البوري هنا رخيص، البوري هنا رخيص والله. بصوا يا جماعه العاده منتشره جدا في شوارع مطروح، ان تلاقي في ناس واقفه وبتقطع الفراخ زي ما انتم بتشوفوها، هتلاقيها كتير قوي في شوارع مطروح. على النت. تحب الحاجه النظيفه اللي زي كده؟ بص حاجه نظيفه اللي زي كده، الزبون زبون زي كده يجي مخصوص ياخذ الحاجات، ياخذ الحاجات من هنا. دي شغلتي انا بقى من سنه 2000 وانا في المكان ده. من سنه كام؟ سنه 2000. انا لي 26 سنه فالناس جنب الراجل بتاع المحل، الراجل الطيب ده بتاع المحل ده، من سنه 2000 لحد دلوقتي وانا في المكان ده. الشغل كله على الزبون، قليل لما يجي الزبون ما نعرفه، قليل خالص بالنادر يعني. الشغل كله على الزبون. يعني 25 سنه في نفس المكان اللي حضرتك واقف فيه. 26 سنه دلوقتي من سنه 2000 بالظبط، سنه 2000 دي 26 سنه على المكان ده. قليل لما يجيني الزبون ما نعرفوش. العشرة كام؟ يا ام حماده. يا ام حماده اعملي لي قهوه ساده. هذا الله الحدود. اكبر شارع دول بشارع قدامك، خلي بالك حق فتح الله حبيبي. الشارع مقروع تشبيهات. واحدة ونص خاطر الحبايب. اللي بقى حته ام كلثوم تاني حلوه زي اللي انت قلتها دي. حبيبي يا بعد ام كلثوم خذني في حنانك، خذني عن الوجود وبعدني حبيبي. ما تروحوا هلها يا مجملها غير عرب واجد تجهلها. حبيبي. يلا يا باشا ما تروحوا هلها يا مجملها غير عرب واجد تجهلها. صور الحق ابراهيم بالعربيه دي، العربيه بتاعتنا. يلا ابراهيم. حماتك بتحبك يا باشا. حبيبي يا شاعر مصر في رعايه الله. حبيبي في رعايه الله. ابعد عن حبك. ده دي مش اسعار، ده ضرب في التجار. اي حاجه هنا بكام؟ اي حاجه ب 150. والكوتش اي حاجه ب 100. اي كوتش ب 150. ده دي مش اسعار، ده ضرب في التجار. اي كوتش هنا يا جماعه في ب 150 وفي ب 100. اللي يلحق يلحق. مش اسعار، ده ضرب في التجار. ايه؟ اي كوتش ب 100، اي حاجه ب 100. ماشي اي كوتش ب 150. اللي يلحق يلحق. اللي يلحق اي كوتش ب 100 في مطروح. بسرعه بسرعه يا جماعه، الحقوا كاوتشات في مطروح. مفيش بقى هنا حلاق قريب؟ حلاق لا، عايز راجل بسيط كده، يكون محل بسيط. فين؟ بقول لي جنب الجامع. بس الجو هنا النهارده حر شويه، بمعنى ان في قصب هنا، بمعنى ان في قصب على اول الشارع، فاكيد في الشارع ده عصاره. فالبحث عن عصاره. في هنا عصاره، صاحبها فين؟ وصاحبها فين؟ صاحبها مش موجود ولا ايه؟ مش موجود جوه.
ايه انت مستخبي ليه؟ عايزين كوبايه عصير بقى. قصب كبير، قصب صغير، بنجة، دوم، خروب ب10، عناب بصبر. الله عليك. بسم الله. كانك مش نورتنا. الله عليك. نورتنا مش تسلم. تسلم ايدك. كانك حبيبي. خلاص مش عارفين خلاص. خلاص والله واحد والله حبيبي. والله واحد. حبيبي والله. حبيبي والله والله حبيبي. لا والله والله. مكانك. لا 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 والله لا. مكانك. لا مش هينفع. هينفع. والله يا باشا. لا مش هينفع. مالك والله اول مره قلنا. يا عم لا مش هينفع. لا لا مش هينفع. والله اول مره لا. اول مره لا. يا عم لا لا يعني ما تحرجنيش بالله عليك. اول مره قلنا والله. ايه؟ كانك يا باشا اول مره قلنا. كانك والله. عمرنا مش اي وقت. انا مش عارف اقول لك ايه. تسلم. ماشي. كفايه نورتنا بس يا باشا مكانك. حضرتك من مطروح؟ مطروح. اهل الكرم تسلم والجود. تسلم ما شاء الله مكانك اي وقت نورنا والله. حبيبي الراجل ده يا جماعه ما رضوش يحاسبنا على العصير والله. استنى مكانك يا باشا. حبيبي. ده ابسط حاجه يعني. حبيبي. حاجه بسيطه. رحله البحث عن حلاق مستمره. تعليق الفراخ ده يا جماعه جامده جدا. ايه لو انا عايز واحده بتديها لي كده على طول ولا ايه؟ عادي بقطعها لك عايزها. لو انا عايزها كده باخدها عادي؟ غلفها لك اه. معاك محل دول الياسمين يعني. دول الياسمين؟ شارع تقريبا حبيبي. اروح بقى في حلاق كده هنا؟ ايه؟ حلاق؟ في حلاق؟ في حلاق وفيش. ماشي. احلى رجاله. احلى. عايزين حاجه؟ مع السلامه. نورت مطروح. اخيرا لقيت حلاق ويا رب الاقيه فاضي. السلام عليكم. ازيك يا عم فوزي؟ مطروح كلها دلتنا عليك. عامل ايه يا عم فوزي؟ حبيبي. السلام عليكم. نعيما مقدما. ازيك يا عم فوزي؟ خليك حنين. طب عايزين نحلق طيب بقى. احلقهولك يا باشا. حبيبي يعني قدامي قد ايه ان شاء الله؟ بس رباعيه كده. خلاص باذن الله. والله كذا حد قال لي عمك فوزي عمك فوزي. انتشر من نار على العالم عم فوزي في مطروح. صح؟ ماشي. اخيرا لقينا حلاق يعني قدامنا من ربع لتلت ساعه نظبط الدنيا كده. خلص احلق. انا بصراحه جوعت جدا جدا جدا. هحلق كده واظبط واوريكم الاكل البدوي هنا في مطروح. ودورنا القادم. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم فوزي. بسم الله. بص بقى انا ايه الناس بتوصي عليك بصراحه، فانا عايزك تظبط لي الدنيا. بس هسوي بس ايه شعري تمام وبس مع تحديد الدقن بس مش هعمل اي حاجه. القصه الشهيره بقى هنا في مطروح عم فوزي. القصه الشهيره بقى مع الجماعه التانيين دول الشباب السيارات. بس انا ماشي في مطروح ما لقيتش فيه تدريجات ولا الكلام دوت كتير. بسيط يعني. بسيط صح؟ طبعا احنا نتابع الناس الجماعه الكبار. لكن كنا برضه يعني. انما الجماعه الشباب دول برضه بيستوعبوا ايه؟
اللي بيدرج بس القصه الشيانه في مطروح تدريجه ولا حاجه تانية؟ تدريجه اللي ماشيه برضه هنا في مطروح اللي ماشيه بس قليله عن اي مكان. طيب احنا يا باشا ولا تدريجه، احنا على قدنا خالص، على خفيف. الله ينور عليك يا فوزي، الله ينور عليك. وحان وقت النهاية. ده ايه؟ بيجيب من الآخر. ده اللي بيجيب من الآخر. تحس ان انت عملت خلاص مجهود، لازم تفنش بده، تكلم مجهودك. ماشي بيضربونا خلص. ايه رايكم يا جماعه؟ بصراحة أنا مبسوط. عايزين حاجة؟ خلصنا. بصراحة والله مش مجاملة، والله من أجمد الحلقات اللي أنا حلقتها. بحب الحلقة يكون عنده سنس كده وهادي في شغله. ادونا يا جماعة تقييمكم للحلقة كده تحت، تاخد كام من 10؟ تدوا لعم فوزي كام من 10؟ في طريقنا دلوقتي بقى نروح ايه؟ ناكل في مطعم هنا بيقدم اكل بدوي، مطعم التركي. ندخل نشوف. انا بصراحه جوعت جدا جدا. ندخل نشوف عنده ايه، نشوف المنيو. يلا السلام عليكم. كيف الحال؟ اخبار ايه؟ ايه الدنيا؟ حبيبي الحمد لله. ماشي. سعاد قاعد استاذ معاك يا سعاد. القعده البدويه الجميله. السلام عليكم. بص يا جماعه القعده البدويه الجميله هنا، كل ركن هنا بتدخل فيه بيجيلك الاكل. عامل ايه؟ كيفك؟ بص انا ميت من الجوع. ميت من الجوع. ماشي. عايز ايه؟ اهم حاجه الاسعار حلوه؟ ايه؟ الاسعار حلوه؟ يا باشا ماشي. بسم الله. بسم الله. شوف بقى ايه؟ على التعب والارهاق. انا مشيت كتير قوي النهارده والله. تسلم. فيلها دي ولا سيبها زي ما هي؟ ماشي فيلها عادي، عايز تقفلها فيلها. ايه؟ يا ريت. الجو النهارده بص موت. تعالوا كده معايا. فراخ، رز، شوربه، خضار مشكل، فاصوليا، ملوخيه، سلطه، شاي، 130 جنيه. لا انا هاجي اعيش في مطروح يا جماعه. لا انا هاجي اعيش في مطروح بجد. انت بتتكلم في 1 2 3 4 5 6 7 8 اصناف ب 130 جنيه ما شاء الله. وفي هنا بقى في وجبه اللي هي عامله 240 دي، عامله ايه؟ لحمه ورز وشوربه وخضار وفاصوليا وملوخيه. تمام. الوجبه اللي فيها لحمه عامله 240. حبيبي ماشي. هات لي بص اول وجبه. اول وجبه. ماشي. انا هاجي اعيش عندكم في مطروح. انت عايز لا الاسعار عندكم جامده. فراخ، رز، سلطه، ده رز صياديه او حاجه زي كده ما اعرفش، مكرونه، ملوخيه، فاصوليا، عيش.
ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ شوربه بيضة. شوربه بيضة؟ ايوه دي شوربه اللحمه لحمه الراس. اوبا، يعني غير ودي شوربه ايه؟ دي شوربه فراخ. شوربه فراخ. الله ينور عليك. مش عارف يا جماعه، وانت قاعد كده بينزل لك اصلا اصناف زياده كمان. بجد انا ما شفتش كده في اي مكان. انا محتاج اجرب شوربه الراس اللي بقول عليها اللي لسه جايبها دي. محتاج اجربها بجد. بسم الله. اوبا، عارفين يا جماعه شوربه دسمه وتقيله، وتحس ان ايه انت بتشرب حاجه جامده، يعني حاجه متكلفه بصراحه، جامده جدا. الشوربه لما بتكون عجباني انا بشرب من الطبق بصراحه، يعني بحس ان انا بستمتع كده، مش يا باشا معالق ولا الكلام دوت. احنا مش بتوع معالق، احنا على طول من الطبق على طول عادي. الله عليك، الله عليك وعلى الشاي الزردة بتاعك. ماشي زي ما انتم متعودين معايا يا جماعه في مطروح عموما، بعد اي اكل الشاي الزردة دي معروفه واساسيه، يعني دي في الوجبه اصلا، دي عاملينها اساسيه في الوجبه. عايل اقرا استنى عايل يا سعد. سعادك في الاستار عايل وخارج برا. شو كوبايات ده يا جماعه؟ دي المزاج بقى، دي المزاج بجد. احلى شاي انا بشربه في حياتي، كوبايه شاي من دي توديك عالم تاني. الله. بصراحه يا جماعه ده الشاي المزاج اللي يبقى شوف كوبايه قد ايه وحجمها قد ايه. فانا مش عارف اللي بيشربوا شاي في كوبايات كبيره دي بصراحه بيشربوا شاي ازاي، هو ده الاساس. مين بيحب الشاي يا جماعه؟ بيحب الشاي كده؟ اللي بيحب الشاي الزردة يا جماعه يكتب لي في الكومنتات. الله يلاقيكم معايا نعمل كده لمه جميله ونقعد ونشرب شاي حبيبي. الناس ده يا جماعه كل شويه يجي يقولوا لي عايز حاجه، الناس دي الخدمه هنا عالميه حبيبي. محتاجين يا جماعه نيجي نعمل لمه هنا مع بعض والله، ونشرب احلى شاي زردة في مطروح. الواحد بعد الاكله دي محتاج يريح ساعتين. هي القعده البدويه دي بصراحه افضل قعده ممكن انت تستريح فيها في حياتك كلها والله. كلنا وظبطنا بصراحه الاكل حلو، والمطعم انا اول ما شفت عليه زحمه عرفت ان المطعم الاكل بتاعه حلو، لان انا بصيت على كذا مطعم كده لقيته ايه فاضي، فده المطعم الوحيد اللي هو زحمه وعليه ناس. فانصحكم، هو اسمه مطعم التركي يعني شارع السوق، فانصحكم اي حد هنا في مطروح وعايز يجي ياكل هتلاقي هنا الاسعار حلوه، هتلاقي جوه الاسعار حلوه، والاكل بتاعه هتلاقيه جامد جدا. الجو هنا يا جماعه يعني في ختام اليوم كده يعني المكان جامد، والهواء والاجواء هنا حلوه. عامل ايه؟ عايز ايس كريم بقى.
ماشي. عندك ايس كريم ايه؟ عندي مانجا. ماشي شوكولاتة. خليك في المانجا ما تكملش. ماشي هات واحده مانجا. اركن لي على جنب الله اركن لي عليه. احلى ناس مطروح. ناس مطروح بتشرفوا المصريين كلك وبيشرفوا مرسى مطروح، بتشرف الدول بحالها، ومن احسن الناس ومن احلى الرجوله في مرسى مطروح. اللي يجي مرسى مطروح ما يروحش هنا ولا هنا، هو يلاقي الرجوله مصري عربي اجنبي كله. احلى ناس. احلى ناس. وتفضلوا اشربوا قهوه، والله اشربوا قهوه حبيبي معانا، تسلم. احلى قهوه مطروح. تسلم يا محترم. حبيبي مطروح تبع احمد ياله قهوه احمد وختامها مسك. جو عالمي عالمي بصراحه. اصلا لون الميه عامل ازاي يا جماعه؟ يعني صفاء الميه مش طبيعي ورايا. ماشي. ايه ده؟ اقلبها؟ اقلبها كده ولا ايه ولا بتاخد ازاي؟ انت عليك. يعني ده الاثنين. يا راجل يعني انت هتديني الاثنين كده؟ بجد؟ ماشي. تاكل براحتك يا باشا. طب ازاي تتاكل ازاي كده؟ اكل دي الاول؟ هو لخبطه. يعني اكل دي الاول مثلا وبعدين ادخل على الايس كريم؟ ها؟ انت عايز. ماشي. النص الاول يعني. ايه؟ خش من النص الاول. خد خد حسابك. ماشي. انت عايز كام؟ شوف انت حسابك كام، شوف انت هتدفعها بكام. عادي يعني انت شايفه يعني. بصوا يا جماعه الاجواء هنا عالميه والشط هنا جامد جدا. بسم الله. صور اخويا. بجد يا جماعه مرسى مطروح في شهر 11 على دخول الشتاء من اجمل الوقت اللي انت هتيجي فيه مرسى مطروح، لان مش هتلاقي حد على الشط نهائيا خالص، وهتستمتع بجمال المنظر وجمال الشط. ولو حبيت تنزل الميه هتلاقي مش الا انت في قلب البحر. فالشط بتاع مرسى مطروح هيظل من امتع الشواطئ يمكن في العالم. منظر الماء يا جماعه خيالي خيالي، يجبرك انك تنزل الميه. انا معيش للاسف لبس اللي انا انزل البحر للاسف. لون الميه يجبرك ان انت تنزل. فيلا خير، اهم حاجه المنظر، وان انا شفت المنظر ده ومش هلاقي احلى مكان ان انا اختم الفيديو منه. خلصنا جولتنا النهارده في مطروح. يا ريت لو استمتعت معايا بكل التفاصيل يا ريت ما تبخلش عليا بلايك ولا كومنت ولا اشتراك، وان شاء الله اشوفكم في مغامرات جايه اقوى باذن الله، وهتستمتعوا معايا بكل لحظه. اشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.